السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير. مع قناة منوعات لوز شانل. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز بتاعي، الكوبش بتاعته بصوا لونها عمل ازاي. فقلت اما اعملها معاكم. طبعا كله نفس الحكاية. بصوا، فان شاء الله نعملها دلوقتي مع بعض ونشوف هنعمل ايه. جبت كده مكون كده وحطيته هنا. حطيت كلوريكس وحطيت خل وحطيت ميه. ودلوقتي ببدأ ان انا ارش على الاماكن اللي محتاجة نظافة زي ما انتم شايفين كده، وبرضك على الكوبش بتاعتي، ونسيبه مع بعض شوية صغيرة كده، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. وكده بعد ما احنا خلاص رشينا زي ما انتوا شفتوا، دلوقتي بقى هنبدأ بقى ان احنا نجيب معايا السلكة اللي هي الناشفة اللي انتوا عارفينها دي. فعلا فعلا هي سحرية. انا حبيت بس اوريكم، بس بصوا عشان بس ما تقولوش بس ان انا عملت حاجة. بصوا طبعا هو اساسا الكلور اللي هو الكلوريكس اللي انا قلت لكم عليه فعلا فعال. بصوا بجد جميل جدا، مكون جميل جدا. بصوا بصوا حسيت ان هو محتاج تاني، ممكن ان احنا نرش عليه. اهو اهو بصوا بصوا اهو بصوا بصوا شايفين. موضوع مش محتاج مجهود كبير ولا حاجه. طبعا المفروض ان احنا يبقى ايدينا على طول في البوتاجاز عشان خاطر نلاقي نتيجه كويسه. طبعا ده هنحاول ان احنا نعمله كده. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصوا اهو ما خدش اي وقت. بصوا انا طبعا في حاجات معموله فيه وفي حاجات لا، فطبعا مش معمول. هو ده اللي انا عملته معاكم. طبعا نعمله كده من جوه. بصوا هو طبعا المفروض ان احنا نبقى ايدينا في البوتاجاز على طول. بصوا في اماكن بتبقى معموله وفي اماكن بتبقى محتاجه زي كده. بس بجد المكون جميل جدا، وان شاء الله لازم تجربوه. بصوا طبعا ده بقى ايه، ممكن يكون طبعا بعمله، بس هو فيه شويه من الصدى. يعني احنا بالنسبه لنا طبعا كده كده ده ما بيبانش، بس الخارجي هو طبعا اللي بيبان معانا. فبرضه هغسله تاني واشطفه وراه. وكده زي ما انتم شايفين كده بعد ما انا خلصت خلاص. طبعا غسلنا كل الكوبش بتاعتنا من فوق. وبصوا ما شاء الله، يعني بجد حاجه جميله جدا. بصوا كله ما شاء الله اتعمل. بصوا
طبعا غسلنا ده طبعا. كده بقى هنروح بقى على البوتاجاز، وكده هنبدأ بقى نعمل مع بعض البوتاجاز. بصوا المكون اللي احنا حطيناه، وكده بصوا شايفين عمل ازاي المكون اللي احنا حطيناه. جميل جدا جدا. يعني بصوا انا جايبه لكم سلكه عاديه خالص، ممكن انكم تعملوها برضو بالسلكه الناشفه. السلكه الناشفه جميله جدا جدا. المكون طلع اي حاجه موجوده فيه. طبعا هو كان عليه شوربه، فالشوربه مسكت عملت كل ده. بقى نمسح كده. شايفين البوتاجاز. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الكوبش بتاعتنا بقت جميلة جدا. بصوا ما شاء الله البوتاجاز بتاعنا بقى جميل جدا، والكوبش بتاعته بصوا يعني بجد بجد حاجة جميلة جدا، ومكون سهل وبسيط وموجود عندنا في كل بيت. وطبعا عملت طبعا المراية بتاعته زي ما انتوا شايفينها كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش من لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.